السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيفة بريطانية: ميسي مصر على رحيل 4 لاعبين من برشلونة. طلب الأرجنتيني ميسي من إدارة برشلونة السماح للبرتغالي أندريه غوميز والبلجيكي فيرمايلين والمغربي منير حدادي والتركي أردا توران بالرحيل عن برشلونة، وهو سيوافق على توقيع عقد جديد مع النادي. وذكر الصحيفة ديل ستار البريطانية أن ميسي يرى أن هذا الرباعي غير جدير بارتداء قميص برشلونة، إذ يتعرض فيرمايلين العديد من الإصابات، كما أن توران وغوميز لم ينسجما مع الفريق بعد. وتوصل ميسي لاتفاق مع نادي برشلونة لتمديد عقده حتى عام 2022 براتب سنوي يصل إلى 35 مليون طبقا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية. الخبر الثاني: نجم يوفنتوس يرفض نادي برشلونة. رفض ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي عرض من برشلونة الإسباني لضمه خلال الصيف الجاري. وذكر الصحيفة سبورت الإسبانية نقلا عن نظيرتها توت سبورت الإيطالية أن اللاعب الدولي الإيطالي لا يريد الرحيل عن صفوف البيانكونيري. وبجانب برشلونة فإن ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي يرغبون أيضا في الحصول على خدمات اللاعب. الخبر الثالث والأخير: اللاعب دانييلو إلى يوفنتوس بصفقة 20 مليون يورو. حسب صحيفة آس الإسبانية أنه تم الاتفاق بين النادي الملكي ودانييلو ويوفنتوس على انتقال اللاعب دانييلو إلى يوفنتوس بنجاح، وستتم الصفقة بنجاح، وبقى فقط الإعلان الرسمي على انتقال اللاعب. وسيعوض دانييلو مكان الراحل داني ألفيس الذي تم فسخ عقده بالتراضي والذي سيرحل إلى المان سيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.